لك من قبل إنه في شيء اسمه ساعة زمنية وساعة نفسية. يعني أوقات بتحس حالك أنت زعلان بلحظة، عابس. أنا وقت بكون بهيك لحظة بقول أوه أنا عابسة هيك عاملة، ليش؟ يلا حلا 5 دقايق حعين منبه على 5 دقايق، تمام؟ وبسمح لشعوري هذا اللي أنا الحزن، بسمح لشعوري إنه يطلع. طيب أوقات تخلص المدة الزمنية، هتقلي خلصت المدة الزمنية اللي هو أربط الحالة النفسية بمدة زمنية اسمح لها إنه تطلع حالتي النفسية، تطلع كل مشاعري في هاي المدة الزمنية فقط. وأوقات نحن فعلا إيش بصير فينا؟ بنحس إنه أنا كنت تارك حالي طول الوقت هيك حزين، موضوع ما مستاهل إني أضيع حياة أنا بهذا الشعور. أوقات بحس إنه الشعور أعمق من إنه يقطع ب5 دقايق أو 10 دقايق أو ساعة. هون لازم أعرف إيش المسبب للشعور، إيش اللي سبب الشعور، تمام؟ أكون مدرك وحاول أعمل تفريغ بالكتابة. أنا زعلان لأني كذا صار هيك هداك اليوم. وفي أحيان لازم أواجه هذا الشعور أو أواجه الشخص اللي قدم لي هذا الشعور، على حسب بمواجهة سلمية إذا أنا قادر، إذا الموضوع فعلا أكل وشارب فيني كتير. لكن فعلا الموضوع ربط الحالة النفسية بوقت زمني. إذا الموضوع كبير ضخم فأنا بخصص ساعة في اليوم. أنا عندي شفت دوام من 2 ل 3 بحكي عن هذا الشيء أو الحدث الكبير اللي مضايقني، وهيك حتلاقي حالك أنت تعبت ومليت والعقلك أصلا صار يقولك أوف خلص خلص خلص، ومانك قادر تعبر عنه باقي اليوم. كل شيء لوحده.